بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم ازاي نرسم اشكال هندسية منتظمة زي مثلث، مسدس، سباعي ومسمن. تعالى كده نخش على اول حاجة. ارسم شكل سداسي تمام جوه دايرة. عندي دايرة اهي، سي اي قطر مفيش مشكلة، مش هنختلف عليه. ازاي ارسم شكل سداسي جواه؟ طيب اول حاجة اعمل محورين، عندي اكس وواي والاتنين بيتقاطعوا في نقطة اكس، تمام، واسمي الاربع نقط دول A B C D. دي كده اول حاجة، تمام. بعد كده بفتح البرجل فتحة مقدارها R، اللي هي المسافة بين اكس وبي، يعني ديت، تمام، اللي هي R او بنفس الفتحة اللي انا اشتغلت بيها في الدايرة، تمام. طيب من النقط بقى A و C اقوم عامل ايه؟ هقطع الدايره دي بالاقواس بنفس فتحه البرجل اللي لسه قايل لك عليها، اللي احنا لسه عاملين بيها الدايره دي، تمام. يعني نفس فتحه الدايره اللي انت فاتحها دي هتستخدمها، تحط البرجل في ايه وتقوم عامل قوس هنا وقوس الناحيه التانيه، ده هسمي دي 1 وهسمي دي 2، وبنفس الفتحه اللي احنا اشتغلنا عليها هتروح عند سي وتقوم عامل قوس هنا، تمام، دي تبقى النقطه 3، وقوس هنا تبقى دي النقطه 4، تمام. بعد كده بوصل النقط دي ببعض بالشكل ده كده، وبالتالي كده انا عملت شكل سداسي، تمام، بالطريقه السهله دي. طب تعالى كده بقى نروح عند عايز اعمل مثلث او شكل خماسي منتظم، تمام. بقى الدايره موجوده يعني عندي، وسي دايره باي قطر مفيش مشكله، مش هنختلف عليه. اعمل محورين والاتنين بيتقابلوا في نقطه اكس، واقعد اسمي هنا بقى طبعا A B C D زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، تمام. وافتح البرجل نفس الفتحه اللي انا لسه كنت فاتحها، اللي انا فاتح بيها الدايره ديت، تمام، اللي هي فتحه البرجل بمقدار نصف قطر الدايره. ما معناها R؟ يعني معناها نفس فتحه البرجل اللي انا كنت فاتحها، تمام. واقف في B، تمام. طب وبعد كده اعمل ايه؟ اقوم عامل نص دايره تقطع الدايره دي، يعني تبتدي، طبعا انا حاطط السن هنا عند بي وافتح البرجل لحد اكس بالشكل ده كده. النقطتين دول اسميهم 6 و7. بعد كده باخد خط من 6 ل7، تمام، هيتقاطع ده مع خط المحور في نقطة اسمها E، تمام. طب كويس جدا. بعد كده بفتح البرجل بتاعي فتحة من E لحد E، تمام. احط السن البرجل عند E لحد ما اوصل عند E، واخد ربع دايرة زي كده، تمام. يبقى الفتحة بتاعتي من E ل A، تمام. مسافة قد ايه معرفش، احط السن هنا وسن القلم هنا، تمام. طيب وهم موصل خط بين A ل F، ومن A ل F هو دوت الضلع بتاع الايه الخماسي. ضلع المخمس عندي هو الضلع من A ل F، اقوم فاتح البرجل فتحة من A ل F، تمام. يعني احط سن البرجل هنا وسن القلم هنا، تمام، ماشي. بعد كده انا تمام كده خدت فتحة البرجل خلاص. اقوم واقف عند A وقاطع الدايرة دي في نقطة اسميها 2، ونفس الكلام الناحية التانية واسميها 1، تمام. طيب هقف عند 1 واقوم فاتح البرجل نفس الفتحة اللي احنا شغالين عليها، مش هنغيرها، عند سن البرجل هنا وسن القلم اقوم عامل بيه القوس هنا، والنقطة دي تبقى 4. نفس اللي انا عملته في 1 اشيل سن البرجل احطه هنا، وبالقلم نفس الفتحة اللي انا كنت عليها مش هغيرها، اقوم اعمل عند ايه 3. طب الفتحة البرجل دي قلنا ايه؟ اللي هي من A لحد F، اللي هي دي، تمام. المسافة دي سن البرجل هنا وسن القلم هنا، وبعد كده ابدا اخد الايه الاقواس دي. ابدا من اول حاجة من عند ايه، اقوم اعمل 1 و2، ومن 1 و2 اعمل 4 و7، اخر حاجة بقى اقوم موصل كل ده ببعضه، هيديني شكل خماسي منتظم
كل أطوال الأضلاع زي بعضها. طب تعالوا بقى نخش على سباعي. عايز أعمل شكل منتظم سباعي الشكل. طبعا عندي دايرة اهي وبعمل المحورين، اتنين بيتقابلوا في نقطة اكس. طيب أول حاجة هسمي النقطة ديت رقم 1 وأثبت البرجل في النقطة رقم 1، وطبعا بنفس فتحة الدايرة اللي أنا عملتها ديت. تمام. هقوم عامل عندي هنا بنفس الفتحة دي، هقوم عامل نص دايرة. تمام، بالشكل دوت من 1 لحد اكس. تمام، هي دي طبعا فتحة البرجل اللي انا عامل بيها الدايرة في البداية خالص. تمام، هيبقى بالشكل ده كده. خلاص، الجزء من الدايرة اللي انا عملته ده تقاطع مع الدايرة الأساسية بتاعتي في النقطة A و B. تمام، بعد كده اخد خط بين A و B بالشكل ده، اتقابلوا في نقطة، النقطة ديت هسميها C. تمام، لحد كده كويس جدا. يبقى انا بنفس فتحة البرجل اللي انا عملتها في الاول، رحت جاي واقف عند A وعامل زي نص دايرة كده، وسميت ديت لما تقاطع مع الدايرة دي سميت هنا A وسميت هنا B، ورحت جاي موصل A مع B. طيب القطع عندي هنا من C ل B هو دوت الضلع اللي انا هشتغل عليه. يبقى هاخد فتحة البرجل اثبت عند C، وسن القلم احطه عند B، هو ده الضلع اللي انا هشتغل عليه. تمام. طيب زي ما قلنا كده هنثبت البرجل. تمام، بعد كده بقى من نقطة 1 ابدأ بقى ايه، اخد القوس بتاعي بتاع الضلع تاني، فتحة البرجل من C ل B. خلاص خدت الفتحة. تمام، خدت الطول بتاعك، اقف عند 1 وتقوم عامل قوس هنا. تمام، قاطع الدايرة دي في نقطة سميها 2، نفس الفتحة بتاعت البرجل اللي انا ثابت عليها اللي هي من C ل B اللي انا مثبت عليها البرجل، اقف عند 2 واقوم عامل هنا 3. بعد كده اقف هنا واعمل الفتحة ديت او اعمل القوس ده بقى دي 4، نفس الكلام هنا 5. وقفت هنا بسن البرجل. تمام، وهم عامل طبعا ممكن تعملها، انا اعملها طبعا من الناحية التانية يعني بالشكل ده. انا وقفت عند 1 عملت عند 7 وعملت عند 6 ومن 6 عملت عند 5، وعكست الناحية التانية من 1 عملت عند 2 ومن 2 عملت 3 ومن 3 عملت 4. وبالتالي بقى كده اعمل ايه، وصل بقى ده كله ببعضه بالشكل ده كده. بقى كده عندي شكل سباعي. تمام، ادي 1 2 3 4 5 6 7، 7 اضلاع. تعالى بقى نروح اخر واحد وهو ثماني الاضلاع، 8 اضلاع. عندي الدايره اهي بقوم عامل عليها المحورين، وعن طريق زاويه بقى 45 اقوم واقف هنا واخد ده المحور بتاعي واعمل عليه زاويه 45 بالشكل ده، واقوم عامل الايه الخط ده. ونفس الكلام يعني بالاخر انا نصفت، يعني الزاويه دي كلها 90 خدت نصها هي 45 بعملها بالمثلثات بتاعتي. نفس الكلام اعكسها الناحيه التانية، اقوم واخد دي زاويه 45 واقوم واخد خط كده. تمام، سهل قوي بقى. رقم ابتدي من هنا من 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ووصل الاضلاع ببعض، وكده عملت الشكل ثماني الاضلاع بكل بساطه. خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. بشكركم من قلبي على وقتكم ومتابعتكم، وأتمنى أكون وفقت في توصيل المعلومة. مستني رأيكم في الكومنتات سواء بالنقد أو الاستفسار عن أي شيء، ووعد مني القادم هيكون أحسن وأقوى في مجال التبريد والتكييف.